إزازة جديدة من إيف سان لوران لإليكزير بنفس شكل العلب اللي احنا متعودين عليه، لكن الإزازة اللون الزرقان بتاعها شيك قوي، حتى علامة واي اللي مكتوبة فيها باللون الأسود شايفها شكلها شيك قوي. لكن للأسف الإزازة دي كلها 60 ملي ومنزلش إزازة أكبر منها. كنت نفسي أجيب حجم أكبر لكن ملقتش. الإزازة في ظهرها الإضاءة بتبين الحجم بتاعها، لكن لما بيكون وراها خلفية غامقة بتبان الإزاز بتاعها كأنه ميرور، وما بيبانش فعلا اللون السائل أو السائل الموجود جوه. خلينا نفتح بقى ونجرب ونرش ونقول لكم بقى في الريفيو. هو تقريبا نفس الدي ان ايه بتاع الواي، مع اختلاف بعض الحاجات هتشوفوها معانا في الريفيو. استنوا معايا. لما بيرفيوم بلو وتقرر تحط عود يبقى لازم نجيبها بقى ونشوف الحكايه فيها ايه. ده اللي عملته واي لإليكزير. جابت ازازه من الازاز بتاعتها البلو اللي معروفه ومشهوره قوي زي ما عملت ديور سافاج بالظبط، وراحت منزله ازازه 60 مللي صغيره وفخمه وشيك، وسموها لإليكزير. واي لإليكزير الافتتاحيه بتاعتها من العود، مش زي ما مكتوب في الاكورد بتاعتها ان هي موجوده في الدراي داون بتاعها. هي موجوده في الافتتاحيه، موجوده واضحه جدا وقويه، مع السترس بتكون ظاهره، وبعد كده بيقابلك اللافندر. عشان كده البرفيوم دي انا بفضل انها تتحط بالليل، بتكون شيك قوي. الميدل نوت بتاعتها من اللافندر، ويجي بقى الدراي داون بتاعها في اللبان اللي موجود وواضح وباين هو مع اللافندر، ويفضل مستمر معاك. لكن العود صراحة ما بيختفي قوي، مش هتبان قوي بس بتقل لك البرفيوم شوية. وبالنسبة للثبات بتاعها والفوحان، فهو الثبات بتاعها ثبات جيد، والفوحان بتاعها فوحان تقريبا من 3 ساعات. وده اللي انا كل اللي انا عايز اقوله عن واي لإليكسير، وشكرا ليكم.